كمان مرحبا مرة تانية. في صفحة الإعلامي شادي حلوة منزل منشور مفاده يقول بأنه وزارة الأوقاف أعطت مهلة لأولاد عدنان الأسد بإخلاء وقفية موجودة بمشروع دمار، إنه هي تبعيتها لوزارة الأوقاف، فإنه يخلوها هي بمساحة 245 متر مربع يمكن. إنه هاي المكاتب تم أخذها عن طريق مناقصة ليست قانونية، يعني مخالفة للقانون، وإنه عم يدفعوا فقط 300 دولار، يعني إنه باينة إنه هي سلبطة كانت على الدولة. يعني بنعرف بيت الأسد إنه كانوا هن يعني إذا بدهم شغلة ما هي هلأ مو هون خلافنا ولا هون النقطة. قلت دائما اللي بيكون بموقع السلطة بيكون هو بموقع القوة، وبيحاول يحوش يعني قد ما في ياكل من هالبلد بياكل، بلاش كتر منه. فبس هلا السؤال اللي بدي اساله انه يا ترى استرجعنا مثل لما استرجعوا السيارات 200 مدري 300 سياره للقصر الجمهوري، يا ترى هدول السيارات لوين راحوا ولمين راحوا؟ رجعوا للدولة ولا أخذون الشخص الآخر يلي هو البديل؟ يعني كان في بديل صاروا ملك شخص تاني، يعني بدل ما يكونوا ملك بشار الأسد صار ملك الشخص الآخر اللي استلم مكانه. وهلأ هاي المكاتب أو أي شيء يتم الاستيلاء عليه، مزارع، بيوت، ذهب، أموال، مهربات إلى آخره، يعني إنه لما بيتم الاستيلاء عليها هل يتم الاستيلاء عليها لصالح البنك المركزي للشعب يعني، ولا هي لصالح شخص معين؟ هلأ هون السؤال. أنا طبعا بشك، وحقي طبعا كرأي شخصي إنه يعني ما يعني الإنسان عنا نحن بمجتمعنا، الإنسان هو إنسان واحد طماع ما بنشبع. نحن الشعب العربي ما بيشبع، شعبنا ما أو تعلمنا يمكن 14 سنة حرب بسوريا، تعلمنا إنه هات وخود، هات 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 هات، ما في خود هات. ما زال شيء ملك الدولة، وأنا أدران إني يعني بحكم المنصب تبعي قدران اني انا اخذ واعمل شيء، يعني اعمل القانون كيفه هيك مثل العجينه اعمله على هوا ما بدي، ومصالحي الشخصيه فليش لا؟ ليش ما باخده لإلي انا؟ يعني ما حدا ضمنان المستقبل، بلكي ما ضليت طولت بهذا المنصب، فخليني قد ما فيني اهبش من هالبلد خليني اخذ. فهذا هون السؤال، انه يا ترى هاي الاملاك اللي عم يتم مصادرتها املاك واموال كثيره، يعني حتى هذا وسيم الاسد يعني مصادرين منه مدري كم كيلو ذهب واموال ودولارات وما بعرف شو، هل يا ترى انه هي رح تنحط بخزينه الدوله، ولا بدل وسيم الاسد رح يكون في شخص مقابل له هو اللي رح ياخذها؟ سيارات بدل ما يكون بشار الاسد في شخص اخر رح ياخذها. هلا هذا المكاتب العقاريه اللي تابعه لوزاره الاوقاف بدل اولاد عدنان الاسد رح يكون في شخص اخر رح ياخذها. هلا نتمنى الخير للبلد، بس مثل ما قلت بني ادم ما بيعبي عيونه غير التراب.